حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله. النهارده احنا جايين نعمل مع بعض عشاء خفيف كده. الساعه طبعا 11 بالليل. جايين نعمل مع بعض رز بلبن، هنتعشى رز بلبن. الولاد نفسهم في رز بلبن عشاء. تمام. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهارده. هنجيب حله نحط فيها كوبايتين ميه. تمام. وهنسيبها تغلي. تمام. وبعد كده هنحط فيها الرز. جايبين معانا كوباية رز، ومعانا نشا، ومعانا كريم شانتيه، ومعانا فانيليا، ومعانا سكر، وكيلو لبن. تمام. المية هتغلي وبعد كده هنغسل الرز ونحطه في قلبها. كده المية غليت، هنسقط فيها كوباية الرز. تمام. هنسيب الرز لحد ما يستوي. تمام. وبعد كده هنحط له بقيه المكونات، اللبن والنشا والسكر والفانيليا. تمام. بس كل شويه كده نقلبه عشان ايه ما يلزقش في الارضيه بتاعه الحله. يعني كده اعملي فرحي ولادك بحاجه سهله وبسيطه في اخر الليل كده. كل واحد ياكل كده حبه رز بلبن حلوين يهدوا اعصابه وينام. مفيش احسن من الرز بلبن كده والحاجات الحلوه الجميله دي. وكوبايه رز هتملي بيتك خير، وهتعملي لولادك اللي نفسهم فيه. كده خلاص الرز استوى. تمام. هننزل باللبن.
كيلو لبن. تمام. هنحط سلطانية سكر كده على حسب تحليتك، احنا عشان ما بنحبوش حلو قوي فده بالنسبة لنا كفاية. على حسب انت وذوقك، عايزاه حلو قوي، عايزاه دلع شوية، على حسب انت وذوقك. تمام. نقلب كده لحد ما كله يمتزج مع بعضه. بعد ما ضفنا اللبن وضفنا السكر، عندي كريم شانتيه حطيت له. كريم شانتيه بيخلي الطعم غني وجميل. تمام. نقلب بقى كده ايه، وعلى الهادي كده نقلب. كريم شانتيه بيخلي طعمه غني كده وجميل او كريمي حلو جدا. بعد كده بجيب نص كوباية مية، احط فيها 3 معالق نشا، وندوبهم كويس جدا، وبعدين ننزل بيهم نفككهم وندوبهم كويس جدا، وننزل بيهم على الرز بلبن عشان يربط معانا. فكك خالص اهي. هننزل بيهم بقى على الرز بلبن. اول ما يغلي ننزل بيهم 3 معالق نشا. تمام. هيتقل معاكي، نلف. اول ما يبتدي يتقل معاكي كده هنبتدي هنقلب على الهادي كده لحد ما يتقل معانا. ويلف القوام بتاعه كده. القوام بتاعه يلف كده ويبقى جميل. بس كده خلاص، هنطفي عليه. تمام. وبعد ما نطفي هنضيف له كيس فانيليا. تمام.
بس كده هنسيبه بقى لما يغلي، لما يبرد يهدى خالص، وبعد كده نعبيه في البولات. تمام، هنسيبه يبرد ونعبيه في البولات. خلاص كده برد اهو شويه، هنعبيه. تمام. خلاص كده عبينا كله. عندنا شوية مكسرات باقيين من رمضان هنزين بيهم. بس كده نكون خلصنا. ده سادة عشان تسنيم عندي ما بتاكلش المكسرات ولا الزبيب، خليته لها سادة. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى تجربوها وتعجبكم، وكنت معاكم رحاب حسين.